كيف تقوم بإلغاء الطلب من خلال تيمو؟ بتبدأ تدخل على الصفحة الخاصة بيك من خلال الحساب من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني. بعد كده بتختار هنا الصفحة وتضغط على طلباتك زي ما انتوا شايفين كده، بتضغط على طلباتك. بعد كده بيظهر عندك في الصفحة دي جميع الطلبات اللي انت طلبتها: تغيير العنوان، الشراء مرة أخرى، تتبع، أو إلغاء شراء المنتجات. بتبدأ بالضغط شراء المنتجات زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بيقول لك هنا ابقاء الطلب او الغاء الطلب، بنختار الغاء الطلب. بعد كده بنعلم على تحديد الكل لو احنا عاوزين نلغي جميع الطلبات. طب لو انت عاوز تلغي طلب واحد بتعلم على طلب واحد، يبقى انت عاوز تعلم على طلب واحد والطلب التاني بتحصل عليه عادي او بيوصل لك. لكن لو عاوز تلغي الطلبات كلها بتحدد تحديد الكل. بعد كده بتختار الغاء المنتجات المحددة. بيقول لك تحديد سبب الإلغاء، نقول مثلا تم إنشاء الطلب عن طريق الخطأ. بعد كده بتكتب هنا التعليقات: آسف للطلب خطأ. يعني كده تكتب كومنت وتضغط على التالي. بيقول لك هل تريد التأكيد الإلغاء؟ هنقول له نعم. تأكيد الإلغاء، نعم قم بإلغاء شراء المنتج. تضغط مرة أخرى. جاري الإلغاء. طبعا بيقول لك هنا تم التأكيد بنجاح. انت كده خلاص لغيت الطلب ومفيش أي مشكلة بالنسبة لك. طبعا بيجي لك هنا رقم الإلغاء ووقت الطلب. خلاص كده انت لغيت الطلب من خلال تيمو. لو عاوز تتأكد بتدخل على الصفحة دي مرة أخرى وتختار طلباتك زي ما انتوا شايفين كده. جميع الطلبات زي ما انتوا شايفين كده تم الإلغاء. يعني خلاص احنا كده الإلغاء تم بنجاح ومفيش عندنا أي مشكلة في طلب من خلال تيمو. لو عاوز تطلبه مرة أخرى بتختار الشراء مرة أخرى. كده خلاص مفيش مشكلة. طبعا في نهاية الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والسبسكرايب، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.